يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. اولا كده نصلي بينا على النبي في الكومنتات عشان كل اللي يقرأ الكومنت بتاعك تاخد حسنات. الوصفه بتاعتنا النهارده سهله بسيطه، 5 دقايق بالظبط تكوني حضرتي الغدا. هنعمل النهارده طاجن مكرونه فرن بالبطاطس وين كده يقدحوا كويس معايا. بعض المتابعين ما بيحبوش الفيديو يكون طويل، فهختصر على قد ما اقدر. نزلت بنص معلقه من البابريكا، هو انا هستخدم في الوصفه كلها معلقه كامله. استخدمت نص دلوقتي والنص الاخر التاني في الاخر. سبتها لحد لما ريحتها تطلع كده، وهبدأ ان انا احط عليها الطماطم. بعد ما حطيت الطماطم وتفور فرتين بالظبط، قشرت حبيتين من البطاطا وحطيت عليهم بصلتين كبار متقطعين جوانح على حسب التقطيع اللي انت حباها. بتقطعي التوابل اللي انا استخدمتها في الوصفة كلها فلفل اسود وملح بس، ما استخدمتش اي حاجة تانية خالص. حطيت الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين كده، ورجعت حطيت الملح وهغطي عليها تاخد فرتين 2 بالعدد. وهبدأ ان انا احطها على المكرونة، مع العلم ان المكرونة اتسلقت. سلقتها من بدري علشان لو ملاحظين البوتاجاز الطرطشة اللي عليه ده من سلق المكرونة، وانا كنت بفضيها. المكرونه طبعا مسلوقه عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنا بعد ما خلصت فرت فرتين بالظبط، معلقه توم بالفلفل، دقه توم بفلفل يعني، وحطيتها خلاص يا دقيقتين 2. وهبدا ان انا اضيفها على المكرونه في الطاجن او الصينيه اللي هيدخل الفرن. اهم حاجه تظبطي الملح بتاعك وتكتري زيت شويه علشان المكرونه ما تلزقش منك ولا تعجن في بعضها. واهم حاجه بعد السلق ما تصفي المكرونه ما تحطيش عليها ميه علشان تشرب الصلصه بتاعتنا كويس. ممكن تعملوها ني في ني بتبقى حلوه قوي، بس انا بفضل الطريقه دي، بتخليها طريه كده وجوسي وجميله. بدي تقليبتين 2 بالدقه اللي انا حطيتها، وهبدا ان انا اشيل الحله خالص واجيب مكانها الطاسه، علشان عايزه الطاسه تسخن عشان اول ما ادخلها الفرن. هو الفرن متولع اساسا، اول ما ادخلها الفرن تكون يعني الصينيه سخنه معايا، فتبتدي في تكمله السوا على طول. المكرونه مسلوقه نص سلقه، والبطاطس يا دوب فارت فرتين يعتبر برضو نص سلقه. نزلت بالمكرونه في الصينيه زي ما انتم شايفين، والصينيه محطوطه، ما حطيتش زيت ولا حاجه عشان انا مكتره زيت في الصلصه بتاعه المكرونه. هفرد المكرونه كويس وابدا ان انا اضيف عليها بقى الخلطبيطه اللي انا عاملاها دي. ممكن تضيفوا عليها اي خضار تاني، انا الصراحة بحبها بالبطاطس. انا من وقت للتاني بفنن فيها، بضيف اضافات تانية. بشيل من هنا احط هنا، يعني ايه، مش كل مرة بعملها زي بعضها، يعني بحب ان انا اجدد. ممكن تضيفوا سجق، لحمة مفرومة، كفتة، كوسة، جزر، اي خضار عندكم، اي اضافات حابين تضيفوها تمام. هبدأ ان انا امكسها مع بعضها كويس علشان تشرب من الصلصة كويس. عايزة اقول لكم البصل بيخليها طعمها حلو قوي، عشان كده انا كترت بصل. هبدأ ان انا افردها كويس في الصينية، اقلبها مرة واتنين وتلاتة. طبعا العين تحتها شغالة علشان تسخن الصينية معايا على طول. ما تخش الفرن زي ما قلت لكم تطلع على طول. اديت رشة فلفل اسود من فوق، دي بتخلي طعمها مميز شوية. وبقيت المقدار بتاع البابريكا اللي هو نص معلقة ضفته برضو على الفوق من فوق المكرونة. وهبدأ ان انا اقلبها شوية عشان تديها لون غامق شوية او لون احمر زيادة يعني. هبدأ ان انا اقلب واظبط الملح بتاعها. عايزه اقول لكم ما تيجوا تعملوا صلصه المكرونه بلوها دايما حدقه سنه صغيره عن المعتاد، تمام؟ عشان عقبال ما بتمكسوها مع المكرونه بتكون دلع شويه. عشان انا بعدها ضفت ملح على الصينيه من فوق. وهنا خلاص بعد ما الصينيه طلعت من الفرن، انا ما بديهاش وش، انا بحبها تكون طريه كده وجوسي، بس بحب طعم الفرن فيها قوي، بالذات بقى لو معموله في طاجن بتبقى خطيره. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم، وما تنسونيش في لايك وكومنت جميل كده زيكم. ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا اللي هوريكم الصينيه من تحت مش لازقه خالص، مع انها هي خدت ربع ساعه بالظبط في الفرن. طبعا البطاطس كانت نص سوا والمكرونه كانت نص سوا، طالعه ما شاء الله حلوه قوي.
البطاطس من كتر سواها طبعا ان هي مستوية. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ما تنسونيش في لايك. دعوة حلوة من قلبكم بظهر الغيب، واسيبكم في رعاية الله.